حروب وأطفال بتموت وناس بتهجر من بيوتها وحكمة إلهية إحنا مش عارفينها وقدر صعب الناس بتمر بيه، قدر ربنا كاتبه عليهم. بس مع القدر دايما ربنا بيكتب القدرة واللطف في التعامل مع القدر ده. القدرة واللطف دول ربنا بيكتمهم للناس اللي القدر ده بتاعهم. إنما إحنا لما نعيش التجارب دي مع الناس أو نحس بالمسؤولية ناحية تغيير هذه التجارب بتاعتهم، فإحنا كده بنعيش معاهم القدر أو بنحاول نعيش معاهم القدر بدون ما يبقى عندنا القدرة إن إحنا نتعامل معاه، فنكتئب. لأن ربنا مش بعت لنا القدرة دي ولا بعت لنا اللطف ده، هو بعت لهم هم عشان القدر بتاعهم هم. ففكرة إن أنا أحاول أساعد مهم أوي إنها تكون مرتبطة بالاحترام للقدر اللي ربنا كاتبه للناس دي، اللي احنا مش شرط نكون فاهمينه، والحكمة الإلهية اللي احنا عمرنا ما هنعرفها، إنما هي في حكمة. احنا دورنا إن احنا نساعد على قدر استطاعتنا بدون ما نأذي نفسينا وبدون ما نحاول ناخد القدر ده أو نعيشه معاهم، لأن ده مش بتاعنا وما عندناش القدرة على التعامل معاه. فلو حاولنا إن احنا نعيشه معاهم هنعيا ويجيلنا بانيك اتاكس واضطرابات في النوم، وهنشوف الحياة كلها بمنظار أسود، لأن ده مش القدر بتاعنا ولا ربنا بعت لنا القدرة على التعامل معاه بنفس الطريقة اللي بعتها لهم هم بيه. لو في الدكتور ده كان بيجيله مرضى كتير منهم كان عندهم حالات ميؤوس منها. لو الدكتور ده زعل عشان هو صحته كويسة والمرضى التانيين في ناس فيهم مش هيعيشوا، الدكتور ده بعد شوية هيكتئب ويموت. وحتى الناس اللي هو عنده القدرة على مساعدتهم مش قادر يساعدهم لأن هو مات. فالفكرة مش فكرة إن أنا أتعب عشان حد تعبان، الفكرة هو فكرة إزاي أنا أساعد الشخص التعبان ده على قدر استطاعتي، بحيث لو في إمكانية إن أنا أحسن من جودة الحياة بتاعته أو أساعده في التعامل مع الظروف بتاعته أو القدر اللي ربنا بعتهوله، فده اللي ممكن أعمله. إنها فكرة إن أنا أتعب عشان هو تعبان ده ما بتفيدوش وبتضرني أنا. في حاجة تانية كمان مهمة جدا، إن الحكمة الإلهية أكبر وأعمق بكتير من قدرتنا على استيعابها. ورقة الشجر لما بتنزل في فصل الخريف من الشجرة بعد ما بتكون قضت فصل الربيع وفصل الصيف وهي على الشجرة وبتاخد الشمس وبتاخد نيوتريشن من الضوء وبتغذي الشجرة، الورقة دي ما بتزعلش. هي لما بتنزل كمان بتنزل وبتتحلل جوه التربة وبتغذي الشجرة برضو، لأنها جزء من الدايرة الكبيرة. نفس الموضوع بالنسبة للوردة، بتطلع بتقعد 5 أيام 10 أيام وبعد شوية لازم تدبل. بس في ال15 أيام دول النحل بيجي بيمتص الرهيق بتاعها، بيبتدي يطلع عسل، دورة حياة كاملة بتحصل عشان ال5 أو 10 أيام بتوع الوردة. زي الوردة وزي ورقة الشجر وزي أي حاجة في الدنيا في الحياة وزينا احنا كلنا لينا أدوارنا بنلعبها في الحياة. في ناس أدوارهم طويلة يقعدوا مدة طويلة في الحياة يعيشوا 100 سنة، في ناس دورهم انهم يعيشوا 5 أيام، ناس دورهم انهم يعيشوا سنة. ده مش معناها ان الادوار بتاعتهم دي انتهت قبل المفروض انها تنتهي، هو ده دورهم في الحياة، جين يلعبوا الدور ده ويمشوا. ونظرتهم للدور ده ممكن ما تكونش بنفس الشكل اللي احنا شايفينه، زي ما بيصعب علينا لما ورقة الشجر بتنزل من الشجرة او الوردة بتدبل لما عمرها بيخلص.
فممكن يكون مناظر كتير مؤلمة احنا بنشوفها، أطفال بتموت، ناس بتتهجر، وحياة ساعات بتخلص. بس نهاية الحياة دي جزء من حكمة إلهية احنا مش شرط نكون عارفينها لبداية حاجة تانية، لأن مفيش حاجة بتبتدي إلا لما حاجة تانية بتنتهي بعديها قبليها. ولازم نعرف إن من ظن افتكاك لطفه عن قدره فذلك لضعف نظره. بمعنى إن مفيش قدر ربنا بينزله لحد إلا ما بينزل معاه اللطف والمقدرة على التعامل معاه، حتى لو احنا مش شايفينها. بس ربنا ما بيديش لحد حاجة هو مش عارف يتعامل معاها. احنا دورنا ان احنا نعمل اللي علينا ونحاول نساعد بقدر الامكان من غير ما نأذي نفسينا، ونتقبل او نسلم بحكمة ربنا في الحاجات اللي احنا ما نقدرش نغيرها.